السلام عليكم البنات. اليوم غتكون معنا واحد الوصفه شويه مطوله بس جد رائعه. عندنا بط، عندنا ورق محشي، ورق عنب محشي، والبطه حتى هي غنحشيوها بورق العنب. المهم غادي نوريكم واحد الحاجه. اول حاجه هذه البطه ديالنا راها مغسوله مزيان مزيان، شفتوا؟ وهنا حاطه في واحد الخلطه فيها الليمون والخل والبرتقال والليمون، عصير ليمون والليمون واعواد القرفه، ورق الغار، ورقه سيدنا موسى يعني، وهذه العويدات ديال القزبر ومعدنوس والشبت. اوكي، باش كتحيد من هذاك الزفر وديك الزنخه وكل شيء. نخليها في الماء بارد هنا على جنب حتى يوصل له. ايوا هنايا لاله غادي نبداو بالحشوه ديال ورق العنب. عندك هنا الرز المصري، يعني احنا في المغرب كنقولوا الرز العادي، الرز العادي مكركب، شفتي؟ ماشي الحبه الطويله، ماشي البسماتي، الرز العادي. حنا كنقول هنا في الامارات الرز المصري. ها هي، شفتوا؟ شوفوا هنا عندي البصله مقطعه صغيره صغيره، جوج حبات البصله على 4 ضربات. هنا قزبر معدنوس وشبت مقطعين صغار صغار. اوكي، هنا عندي 3 الحبات ديال الطماطم، 3 الحبات ديال المطيشه محكوكين. اول حاجه غادي نبداو بها دبس الرمان، اي نوعيه ديال دبس الرمان. هي بغيت نحلها وانا نخربها. شوفي الكميه، قياس عينك ميزانك. ها يعني قياس ديال 3 المعالق كبار. هاد دبس الرمان واعر كيعجبني انا بورق العنب بزاف بزاف. عطيني دبه ليمون جديده سميره، دبه ليمون، شويه ديال زيت الزيتون، ماشي بزاف، غير القياس، غير شويه. اوكي، هنا عندي انا الملح الهيمالايا الاحمر، ولكن كل واحد كيدير الملح اللي كيبغي، اللي هو متعود عليه. اختي العطريه راه غادي ندير شويه البزار. انا راه الاحترافيه كنعرف غير بايدي كنعرف القياس ديال معلقه صغيره ولا كبيره. شويه البابريكا، التحميره الحمراء كتعجبني حتى هي حلوه مع دبس الرمان فيه الحلاوه والحموضه، ما نعاودش لكم، تجي داكشي رائع. شوفوا انا راه بما انني غادي في العاده انا كندير معاه اللحم مفروم، ولكن دابا انا غادي يكون معاه البط محشي، يعني ما غاديش ندير معاه لحم مفروم. عرفتوا كيفاش؟ عندي الكفته لحم مفروم يعني الكفته، ولكن ما غاديش نديرها معاه لحقاش غنديرو مع البط. فتحي هذا عرفتوا شنو هو؟ هذا النعناع مجفف ومكرم معلقه، ولا ما عندكش المجفف غاديري يا حبيبتي نعناع العادي قطعيه بحال القزبر والمعدنوس. جيبي انا بفتح لك، جيبي كوبايه صغيره. طاح لي التليفون ما انتبهتش عليه. اوكي، هنا راه عندي انا البيض الحامض كنشريوه بحال هكا حنا معصر، ربع ديال الكاس الحامض، كاس العنبه، يلا كاس مغربي هذا الحامض يعني الليمون، راه غير حامض هذا. المهم غادي نخلط هاد الحشوه ديالي مزيان مزيان. عطيني واحد الحكاكه صغيره ديال حق الثوم، حكاكه صغيره حق الثوم، ولكن انا غنستعملها في حاجه واحده اخرى. ما بلاش عندي. شوف
هذا اللي غندير انا هو بديل الكنور، هذا مسحوق مرق الدجاج. ندير منه واحد القياس هكا، قياس ديال الكنوره. اللي ما عندكش دير كنت غنحط كنوره انا بالدجاج غنحطها. عطيني معجون طماطم. انا راه ما كنجهزش داكشي، عاد ندير لكم الفيديو عاد. انا داكشي عفوي باش انا في كوزينتي. كيفاش ها جيبي بس هادي. ما في وحده في الثلاجه مفتوحه. هذا العين زوين كيعجبني مفتوح واحد. اوكي رجعي هذا، حقاش انا يابا منو نقص شويه د معجون طماطم. كتعجبني انا ديك كتجي الحموضه مع الحلاوه مع الملحه، كيجي واحد الطعم واعر. شفتوا هذا هو ان شاء الله تبارك الرحمن. كنحطوا هاد الحشوه هنا حدانا. عرفتوا هذا شنو؟ هذا ورق العنب. ورق العنب انا كنشريه معلب، وسلقناه شويه، صفيناه من الماء اللي كان فيه وسلقناه، ودابا راني غادي نحشيه. هانتوما معايا. عطيني هذيك البرونش. عطيني كيس باش نسوي هذيك سمسم قبل باش بسرعه. ما في واحد كيس، جيبي واحد. انا غادي نحطها على الطول هكذا. شيلي كل هاد الغراض من جنبي، خلي لي بس ورق العنب. شوفوا انا غنعطيكم اسهل طريقه ديالي الخاصه. ها هي، بسم الله. دابا غنوريكم الطريقه ديال البط. هانتوما راني فضيتها ولكن شوفوا اش غندير. هاد الورق العنب غادي ندخلو وسط البطه. اوكي نتوما معايا. غادي ندير دابا، عطيني هذا سم مغربي، انا ما نكذبش عليكم عزيز عليا فيه. الحاجه نبدا بها هي هاد الزعفران. كركم قياس معلقه صغيره، فلفل اسود. شوف هذه خلطه توابل الدجاج. هذه مروزيه مغربيه. شفتوا هذا توم مجفف ومطحون. عطيني هريسه. ايوه هريسه ولا ليمون. لا مش هيك، غلط ما تعرفين تبرمين انت بنفس طريقتي. سوي بس بايدك. السمن المغربي انا راه مع دايب كنبقى غير نقطر منه، كيعجبني طيب السمن طيب. كذوب على الله حرام. هما كيديروا السمنه الخاصه بهم. شويه زيت زيتون. هاد السمنه ماستر شيف هي اللي كيستعملوا. انا ما نكذبش عليكم ما كنستعملهاش. الزوج ديالي ما كتصلحش ليه. بس زيت الزيتون والسمن المغربي نقطه.
الهريسه المغربيه انا ضروري. انا فراسكم لما كتجيني الهريسه هي اللي كتحيد لي الزفر من الدجاج، والله العظيم. هذه ديك فقره تصدق او لا تصدق هي هذه. هذا القزبر والمعدنوس القياس ديالي يديو في كوزينتي وياكلوا عائلتي. وسيلي هذا الثلاجه نقيطه د الماء هكا. هذه التتبيله اللي غندير دابا البطه ديالنا. هذا راه هي المطحون. عرفتوا البط راه كيبغي العطريه. مزيان كلشي ضروري الصبر عليه. انا كنلقى سبحان الله كندير معاه الخاطر زنجبيل، كندير معاه الخاطر وكنبقى بشويه بشويه معاه، كنبقى نعطرو بشويه بشويه. سميه في وحده سمسم قشور برتقالي. هذا قلوبتي بيزا هانتي. هذا راه جايبه هاد المغرب. وخير كندير المروزيه كنزيد من هاد الشيء. انا كنمشي عليكم. شوفوا بالنسبه كيشوف بحال كيقول لك انا لا انا كنعلب توابل. هذه راه نويويره ينسون، انا محمره وطحناه، ولكن العلبه ديال حافظ مصطفى اعاده التدوير. عويه القرفه من طبيعه الحال. شويه الملحه بسم الله. هادشي راه منعاودش لكم كيفاش غادي يكون ان شاء الله باذن الله. هاد الخرقوم هذا 14888 زعفران. خرقوم عرق يعني اللون غذائي، يعني كركم مغربي. هذا راه انا كيعجبني شخصيا. كاين ناس استغنات عليه بالنسبه للناس اللي كدير سمايل. انا ما عندنا لا سمايل لا والو، شيء طبيعي الحمد لله الحقيقه. هذا كيعجبني انا، كيعطيني اللون وكيحيد الزفوريه من كل شيء الماكله. خصنا نلبس الكلافز باش ما تجيش شي وحده فنانه تنمر علينا. واخا راه الماكله في دارنا تطيبي في دارك ولبسيهم صح ولا لا؟ هذه البطه ديالي انا مضطره اني الرقبه ديالها كنبغي خصني باي طريقه نحطها هنا لداخل، نحاول معها حتى كنسد بها من هنا. بطتنا عروستنا. راسكم انا البط الا كنتي كتعرفي تتبليه مع اللحم ديالو حمر راه كيجيني بحال طعم اللحم الغزال. شوفوا هاد البطه دابا
غادي تبرع. بعد ما درنا ليها الصابوناج والكوماج وكلشي، دابا غنديروا ليها نعطروها بالمخمريات والمسكو. مبرعه هذه عروسه ماشي بطه. العطريه تدخليها في الشناب من هنا. عطيني هذاك السيخ حق الحديد. زلاخ مال الحديد. هذا زلاخ اللي نحط في الشوي. سيخ انا زلاخ يا ربي. كتخلصي انا اللهجات. ايوا صح. هذاك غادي ندير به بحال هكا. غادي نثقب هاد الصدر ديال الدجاجه من هنا، ديال البطه انا هكا. البطه ما عندي ما نسالها، شربت العطريه كلها. هزات كلشي. انا راه ما كنحنش في الطياب مع التعود. صافي كتولي عطيني هذاك الورق العنب هذه اللي سويتي مش كبيره خربانه. هذه كل من يدخل مرق يستوي يطلع كله. شوفي هذه كيف قول. هذيك ما اقدر احطها وسط، غادي نخشي وسط منها ورق العنب. شوف هانتوما هاد البطه كتشوف معايا الاخير. زيديني ورق عنب، زيديني سميره. ايوا درت فيها 10 وزدتها 7 الحبات. ايوا دابا عطيني سكين بركه، ما نزيدهاش بزاف بركه. خلينا راح حاسه بها غتهز كتر. جيبي لي الرجل الاولى. تقبع ربات. هاد التربيطه راه غادي يعرفوا لها غير المغاربه، راه تدور معايا وحدها. هي ما مفكاش وانا ما مفك. نكتفها ما عنديش اختي مع داك ابره وخيط وبقى يتخرزي. ما فيني ابره وخيط وتسمي تخيطين في الدجاجه يمين ويسار. هذه تربيطات مغربيه. ها هي كتفتها ولا ما كتفتهاش، سديتها ولا ما سديتهاش. يوم اللي غادي تدخل السخونيه والصهد راها غتزيد داك الجلد ديالها. هذا بالعاده حتى هو راه خصني نقراطيه ونحطو هنا. راه عرفتكم عارفين. ايوا صافي هو قفلته نحطها على صدرها. ايوا غادي نقليها 3 دقائق. شفتوا البطه ديالي غنخليها بعدا واحد نص ساعه محطوطه حدايا هنا كترقد، ومن بعد غادي نقليها على 2 شويه، ندير ليها الماء ونحطها طيب. عازقه كي كنفصل على داكشي. خلي بعدا نخلص هذه. يلا هانتوما معايا ملي غادي طيب غادي نوريكم اللي هي.
البنات شوفوا هذه الكميه راني لفيتها ديال ورق العنب، والثانيه راني حشيته في البطه. المهم غادي نعاود نوريكم حقاش كانت واحد الاشكاليه. كنجيب هذا، كنبغي هذا الكيت هذا كيساعدني وكيدير لي الصرع احسن من الماكينه، احسن من كلشي. شوف كتجيبوا الورقه ديال ورق العنب، كاينه فيها جهه حرشه فيها العريقات وجهه رطبه، كتستعملي الجهه اللي حرشه هي اللي غتخليها هنا الفوق، اوكي، والرطبه هنا لتحت، الناعمه تحت، اوكي. غتجيبي ورق الخلطه ديالك ديال العيش، يعني ديال الرز والمكونات ديالك، اوكي. اول حاجه غطوي الجنيبات هكا، وغتجيبي هاد الجنيب هكا وهذه من هنا ياك. شوف غنجيب هذه، ها شوفوا كيفاش ها كتخرج عندك مطويه على حقها وطريقه، شتيها ما عمرها غادي تحلك وسط الطنجره ملي تكون طيب. وانا راني كنرتب الكبار بوحدهم الصغار بوحدهم باش نرتبهم حتى في الطنجره نفس الشيء، فهمتوني. هاد الرقيقه بحال هكا الصغيره كتجيني بحال اليابر التركيه، هاد الكبارات كيجيو بحال ديال مصر، بحال المحشي ورق عنب مصري. هاد الوسط متيولات كيجيو بحال ديال سوريا. المهم انا كنلف ورقه كبيره ورقه صغيره، المهم عادي جدا، اهم شيء اللذه. صافي البنات انا وريتكم كيفاش نفس الشيء. غنعاود معكم هاد الورقه الحرشه من الفوق، ها هي اللي كتحطي عليها الخلطه، ها هي شتي هي اللي كتحطي عليها الخلطه فيها من الفوق هكا. الجنيبات كتجمعيهم. كنجيب انا هذا انا هو اللي كيزيرها ليا. قبل ما كنتش كنعرف، كنبقى معذبه. تعلمت هاد الطريقه وارتاحيت عليكم من هذا المنظر، راه امر طبيعي. الطباخ نظيفه مادام في المطبخ، الايد ديال ربة البيت راه كتكون لذيذه في الطبخ. شوف هذه هي الكميه اللي درت، وتبارك الله عليكم البطه راه كطيب. البنات صافي وجدت الحمد لله البطه ديالي، ها هو تحمر شفتوا، والمرق ديال البط ها هو درت فيه المحشي، وهذه الشوربه حطيتها هنا. المهم تقديم الحين غادي نقدمو تقديم ويا التقديم. انا كنهز بهذه الطريقه. كيفاش وعطيني كفشه كبيره من هنا، غرقانه مكسر، غرقانه هذه لازم ولا قفشه. اول شي غنحيد دوك الحبات ديال البطاطا، نحطهم في الجوانب. عندي واحد البنيه كوثر كتبغي البطاطا، صراحه انا كتعجبني البطاطا بالصراحه الانسان يكون واقعي. بيني وبينكم غندير هاد الحركه هكا، شوف اصابع ديال ورق العنب ما شاء الله. صحن عائلي رقم 1. شفتوا كيف؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. داك البصل اللي كنت مفرشاه تبارك عليا الله عليا، ما كنخلي حتى حاجه. شفتوا شوف، وهذا المرق ديال الدجاج حتى هو اللي كان فيه البط محمر. شوف كي جاتكم
شوف ها الاصابع ديال ورق العنب ما شاء الله تبارك الرحمن دايبين زبده. والتزيين دبس الرمان، عطيني دبس الرمان وين سميها التزيين الاخير. شوف الفلفله ما شاء الله الاصابع كيفاش ولاو. شوف شفتوا ويلاتي مرافقه لهاد الشوربه ديالي. وهانتوما معايا وتبارك الله عليكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك.